بيقول لك تعالى كل ملوحه يا اللي كنت مستنيني اشيل من سموحه. بيقول لك زيزي نفسيتها مجروحه بعد ما عرفت ان الاهلي كسب سموحه. اكيد عايزك تقول لي ولاد زيزي التعبانه معلش سهرناكم معانا. واسمع يا ملوح انا بقول لك الدوري مش هيروح. واسمع يا بواب الدوري لسه على الابواب. خاف اوعى بص لي وترعب. انا مش طبيعي والله ما طبيعي والله ما طبيعي. ابنورمال والله. واسمع يا اللي هناك هاجي واخد الدوري على قفاك. بقول لك ايه مش عايز قلق عشان داخلين على شغل جامد. ها شوف انا كان قلبي حاسس يقولوا مات اقول لهم حي، يقولوا راح اقول لهم جاي. وحياة امك ورحمه المكسيكي ست اتاخرت قوي يا ماكس. اتأخرت ولا انتوا اللي خلعتوا بدري يا شق الشاي؟ عد بقى معايا كده يا صاحبي. اول 3 نقاط في الدور الثاني للنادي الاهلي المصري عن غير استحقاق، وضربة جزاء واضحة وصريحة لسموحة لم تحتسب، كانت ممكن تغير في مجرى نتيجة المباراة تماما. اقل واجب كان هيخرجوا متعادلين. واتفرجوا بقى على اللي هنشوفه غير الضحك، يعني الضحك ده حاجة تانية. اللعيبة بتقدم ضحك تمام، ده عارفين. ما اعرفش محمد الشريف ايه اللي بيعمله ده، ولا يعني زيزو بيرمي الكرة لمين، بيرجع الكرة بكعبه لمين، مش عارفين. بس ضحك اللعيبة وهما بيلعبوا حاجة والمهازل التحكيمية حاجة تانية. كنت متأكد 100%، قاعد كل ثقة اننا هنكسب. المسيو طاهر، انا لما اخلف بنت هسميها ايه ده ازاي؟ انا يعني ده احنا ده انا هتعلم الفرنسية من بكرة الصبح. كنت متأكد انا كنت متأكد ما اتوترتش خالص. انا لو حد فاهم لعيبه الاهلي بتعمل ايه فهمنا، عشان اللي عمله محمد شريف او حتى زيزو حاجه غير مفهومه بالمره. واحد بيعمل دبل كيك، كره تخبط في وشه، والتاني بدل ما يعمل كعب جوه الملعب عامل كعب لقدام، فكره تخرج ضربه مرمى في لقطه اول مره في حياتي اشوفها. طبعا ضربه الجزاء دي لو كانت للاهلي كان الشناوي نزل ضرب الحكم تاني. ضربه جزاء واضحه وصريحه وما فيهاش ب 2 جنيه كلام، يعني لازم تتحسب. لعيب سموحه لمس الكره الاول وبعدين امام عاشور دخل شاط رجله، بس طالما رجلك ما اتكسرتش قوم كمل لعب عادي.